مساء الخير عليكم متابعيني الكرام في كل مكان. يلا بينا نبدأ على طول ونعمل أجمل الصوصات لأحلى الوصفات. صوص الكراميل اللي مختلفش عليه اتنين. ازاي بقى هنعمله بطريقة بسيطة بدون أي تعقيدات بمكونات موجودة في كل بيت، وازاي هتطلعيه بقى سوفت كده وكريمي وناعم، وازاي هنحوله لصوص ديليتشي تقيل بقوام كريمي متجانس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا كل الحاجات دي بنفس المكونات بدون أي إضافات، والمفاجأة بقى إن إزاي هنحوله لصوص التوفي التقيل اللي بيستخدم في الحشوات بدون أي مادة رابطة لا نشا ولا جيلاتين. تعالوا نشوف عملناها مع بعض إزاي. هسمي اللي وانزل بكوباية من السكر في حلة أو طاسة، أهم حاجة الجوانب بتاعتها تبقى عالية زي ما انتوا شايفين كده، وببتدي أهزها كده. الأول النار بتبقى متوسطة، مجرد ما الأحرف بتبتدي تسيح بالشكل ده بهدي النار، وبعدين بحرك بس السكر، ما بقلبش، بحرك بالمعلقة بتاعتي بالشكل ده ببطء زي ما انتوا شايفين. مجرد ما يبتدي يسيح شوية ببتدي أهدي النار وأحرك المعلقة بسرعة، يعني يبتدي أقلب بسرعة جدا عشان السكر ما يلحقش يخرز ويسيح معايا بالطريقة دي. أول ما ساح كده ببتدي أقلب كمان لحد ما يكونش فيه أي سكر خالص، ويكون كله ساح، وأضمن كمان إن المعلقة أنزل عليها أي سكر عشان ما يخرسش. هنا بنزل بمكعبين من الزبدة، يفضل إن نوع الزبدة يكون نوع كويس زي الزبدة النيوزيلندي مثلا، بتفرق في الطعم جدا على فكرة. وبالمضرب ببتدي أحرك كده يمين وشمال لحد ما الزبدة تسيح تماما وتطلع الفوم اللي انتوا شايفينه ده. الموضوع سهل وبسيط بدون أي تعقيدات، هتطلعوا أحلى صوص كراميل، بس اتبعوا الطريقة اللي أنا شغال عليها بالشكل ده. وطبعا المكونات بتفرق كتير، الطريقة، الخطوات، كل ده هيفرق معاكم جدا. وببتدي أزود من سرعة المضرب لحد ما كل الزبدة تسيح معايا بالشكل ده. هنا بقى هنزل بكوباية كبيرة من اللبن. اللبن يفضل ان هو يكون سخن او دافي، السخن هيبقى افضل بكتير عشان ما يخرجش ويكتل معايا ويعمل طبقة كده متماسكة. وبنزل بيه طبعا بالتدريج واقلب بسرعة، انزل واقلب لحد ما يطلع القوام اللي انتوا شايفينه والفوم العالي ده. عشان كده قلت لكم لازم الحواف بتاعت الحاجة اللي شغالة فيها عالية شوية. وبهدي النار وبجهز الكريمة اللباني من نص كوباية لكوباية الا ربع، وبنزل بيها واقلب جامد جدا بسرعة في اتجاه واحد لحد ما القوام كله يمتزج ويدينا اللون المكرمل الجميل ده. متهيألي مفيش أسهل ولا أبسط من كده. طلعناه بدون أي تعقيدات، سوفت كده وناعم وبدون أي مواد رابطة لا نشا ولا جيلاتين، طلع القوام مظبوط على الشعرة زي ما انتوا شايفين. وطبعا لا فيه كتل ولا خرز ولا عمل أي حاجات من الغلطات اللي بنسمع عنها، وما استخدمناش برضو هاند بلندر عشان يطلعه بالقوام الجميل ده. طالع كده طول ما انتي ماشية على الخطوات هيطلع معاكي أجمل من كده. تعالوا نشوف ازاي ممكن نحول بطريقة بسيطة جدا صوص الكراميل لصوص توفي. ممكن نستخدمه توبنج في أي تحلية، وممكن نستخدمه كمان كحشوات بدون إضافة أي مكونات. كل اللي نستخدمه المضرب الكهربائي، وهنستمر في الخفق في اتجاه واحد لمدة 10 دقايق متواصلة مع تعلية السرعة طبعا عشان يدينا القوام الكثيف اللي انتوا شايفينه ده. وبكده بقى جاهز معايا أجمل صوص توفي ناجح جدا وقوامه مظبوط، نستخدمه كتوبنج لأي تحلية. عايزين بقى نشكله ونستخدمه كحشوة، لازم القوام ده يتقل شوية. في الحالة دي هنضيف له يعني من 2 ل 3 مكعبات من الشوكولاتة البيضاء مقدار 50 جرام. بنسيحه في حمام ميه سخنة ونضيفه ليها، وبعد كده نخفق تاني هيتحول لتوفي متماسك للحشوات. تعالوا بقى نشوف هنحوله ازاي لديليتشي، القوام الكريمي الجميل الكثيف الفلافي ده. هنضيف معلقتين كبار من الكريم شانتيه الخام على صوص الكراميل اللي سبق وجهزناه معاكم في البداية. هنخفق كويس جدا من 5 ل10 دقايق لحد ما القوام يبقى كريمي سوفت واللون يفتح بالشكل ده. وبكده نكون جهزنا أجمل كريمة ديليتشي ممكن تستخدموها في تزيين التورت، في الجاتوهات، في الحشوات. يا رب الكوليكشن توبنج الصوصات اللي نزلناه النهارده يكون عجبكم، يا رب أكون أفدتكم. كانت معاكم صبا العرايشي، والى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.